الاول هو اللي يعيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا المنتقم، ربنا المنتقم. يلا ماشي. انتهت الحكم، انتهى. اللي مش هينفذ الحكم عليه شرط جزاء مليون جنيه. والله عشان نفض القصه دي خالص. من ضمن اليمين يا حاج عابد، من ضمن اليمين قطعه الارض عدم سوق واخدها مدى الحياه. ماشي من ضمن اليمين. ماشي اقعد بس اعمل حاجه. اقعد بس. لا انا عايز سيبوني هخلص المشكله ده يا نحلف عليه نص اليمين. حط بس النص. احلف على ان انت اعطيت لكل واحد حق. ايوه. بصفتك كنت ولي الشرع. ايوه. وان الارض اللي انت واخدها دي حقك. ايوه. وان انت ما ظلمتش الناس دي. وان الناس دي بما يرضي الله. انا كنت هم اتراضوا على كده. وما كانش في ضغينه جواهم ولا حد منهم في يوم من الايام قال لك انا عايز حقي وانت ما تخش ليه؟ مش كده؟ ايوه. تصرح. استنى يا حاج. عايز تضيف ايه؟ ايوه القطعه اللي هي الزاويه اللي فيها الزاويه دي اللي فيها المدخل. ماشي. دي وقفه هبه من عمتي فريده العم صبحي. ماشي. لا انا اللي طلب استاذ. بس انا خلصنا لك. والله انا خلصت. بس احنا خلصناه في القرار. لا خلصناه في القرار يا سمحت هقول لك بعدين هشرح لك. انت قلت شهاده يا عم والله لو سيبهم تحت بتاعك. لا انت قلت في شهاده على الله ما رضاش كل حاجه. اقسم بالله على كتاب الله. على كتاب الله. آية سورة آية حرفا بأنني أعطيت حق إخوتي وتراضيت معهم ولم أظلمهم في أي شيء ولم يطلب مني أي أحد في حياتي مني حقه وكانوا راضيين ومتوافقين على هذا الأمر. وإذا ثبت غير ذلك ينتقم الله مني والله على ما أقول وكيل وشهيد. بس لو سمحت صلى على النبي. تعالى يا هبه. قوم يا هبه. تعالى يا اختي الفاضله. تعالى فين؟ تعالى يا نبي. بفنه. تعالى يا بنتي. تعالى لو سمحت قوم. اسمع كلام يا هبه. يا بنتي الثانيه. تعالى يا بنتي. اسمعوني انا لما اقول كلامك. اسمعني الان. طب بس تعال نفسك حلوه. بس انا معاك اختي يا حاج. بعد اذن حضرتك سيب اختي اللي نفسيتها تعبانه. سيب اختي نفسيتها تعبانه. يعني بستاذن حضرتك يا حضور يا جميع. احنا بنعرض الصلح اللي ما هيرفض الصلح على الملك برضه. هنقول على الملك. انا ما قلتش هسكت. لا اسمع كلام بس يا هبه. انت يا هبه. خلاص يا عشان يخلص من الافلام والمحاضر والقرف دي. تعالي يا بنتي. خلاص يا بلاش يا حاجه ليا. هاتي يا حاجه ليا. انت بلاش. تعالى جميله. خلاص مش على المصحف. صلح الوقت على اسمع كلام اللجنه. انا عرفت يا جماعه. يا بنت ايه؟ يا بنت في الشارع. واللي يطلع عليا مش راضيين. مش عارف ايه السنه السوداء ده يا عم محمد. لا يا عم مشرف في ايه؟ ايه يا هبه مين لوحدها؟ يا هبه حرة على مزاجك. انا اقول بما يرضي الله. هي تسمع لسانهم. هتسمعي الكلام وانت ساكته. اسكتي بس احنا مش قاعدين من الساعه 1:30 لغايه دلوقتي. احنا سايبين عيالنا وسايبين ولادنا. لو سمحتم بالدعايه والبكر. لو سمحت يا ست. لا تعالي كده. تعالي يا ست. انت رفرف. انتوا ايديكم في ايدين بعض. حطوا ايديكم في ايدين بعض. معلش. طب خلاص يا حبيبي. بعد اذنك. اتفضل يا اخوانا. يا حاضرين. الابنه اتوصلت. بعد اذنكم. طب سيب عمليه الحكم. مش منع بعد الحكم. اذنكم. سيبها. انا حكمي طب ما تعرف حكمي. اسمعوا ما انا اقول اسمع. عايز تعرف حكمك؟ قال ده اسمع حكم. اما تعرف الشاهد قال ايه اللي بتعرفه؟ قال ده اسمع. تعرف الكلام اللي انت قلتيه على الفيس ده هنعرفه نظامه ايه. يلا اقعدي بقى عشان اعرفك الموضوع. انت مسكت الشاهد وانا مسجل الشاهد بتاعك. انا مسجل الشاهد بتاعك اللي بتعمل مسك البيت وتقدر تقول في القرآن.
مش حابب. لا انا بتكلم مع حد بس. انا قلت له يا حاج عابد مش حابب. يا حاج عابد انا مش حابب. انا بقول لك اقعد. صلى على النبي. انا مش تلميذ. طب صلى على النبي. صلى على النبي. سبحان الله يا جماعه. الشيخ عابد هيقول الشهاده، فاذا تكرمتم لحد صوته يعلى، انا عايز واحد ولا حد صوته يعترض ولا حد يتكلم كلمه. اللي معترض على اللجنه لو سمحت كلام اللجنه لو سمحت اسمعوني جميعا. اسمعك. انا مسجل المكالمه عشان تعرف، عشان الكلمه خلع عليه. فتحه لله. فتحه. الرحمن الرحيم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. القضيه دي مبنيه على نقطتين. في ناس كرام محترمين افضل مننا حضروا قبل كده في القضايا دي، وبرضك للطريقه لمؤاخذه المقززه. اسمعنا يا حاج، انا اكمل كلامي عشان كل واحد يعرف انا بقول ايه. معناش كلام مع الناس دي المقززه اللي تخلي اي انسان طالع من بيته ينفض وما يستكملش. انما احنا صبرنا عشان برضك نبين للناس الحقيقه. احنا مش جايين لمؤاخذه حد يضحك على حد. اول حاجه بالنسبه للتعديات، خلاص باليمين برأت ذمه هذا الرجل. هو هيتحاسب قدام ربنا. ربنا يوم القيامه هيساله انت كلت او ما كلتش، والناس دول بقى حقهم عند ربنا، ومفيش الحق اللي عند ربنا ما بيضيعش. ادي واحده. الثانيه ودي اهم نقطه، المباني والخلافات على المباني وبتاع. مفيش شك ان مساله الورث اللي بينهم مساله، ده عمه عمه عمته خالته، دي باعت دي ما باعتش، اسني ما يسناش. وطبعا لا حد يقول لك اسلي واحد اعمل لي. احنا مش هنخش في المتاهات دي اسمها متاهات، ده تضييع وتمييع للقضيه. احنا قلنا البروز غلط. الشباك هم الناس من نفسهم قفلوا الشباك. يعني الشباك كان مفتوح قفلوه، مش هم مش كان مقفول، ده اتقفل. وخدنا قرار وقلنا يبقى الحال على ما هو عليه مع مراعاه الضرر اللي هيقع على الطرف الثاني. وقلنا يبقى الحال لان لا يستفي سلطه هذه الجلسه العرفيه انها تزيل حاجه. يعني صعب ان انا اطلع قاضي عرفي يقول زيل واعمل الكلام ده كله. احنا راعينا النقطه دي. في حاله البناء مستقبلا الناس دي الحته اللي هي في وجهها دي مش ملك الناس دي، بتاعت عمته. اما هم يشتروهم، ولذلك احنا حافظنا على حقهم. الاخ تاني واخواته ما يروحوش يشتروهم، هم اشتروا العمه الثانيه وقالوا دي هتهجرنا وهنعملنا، وهي كانت رايحه تشتريها. قلنا خلاص كفى الله المؤمنين شر القتال، واللي حصل انتهى. اما اللي موجود على الارض دلوقتي ما ينفعش بقى. لا ينتج المؤمن ما يروحش يشتروا الحاجه دي الا اذا الناس دول قالوا لهم بشهود واثباتات احنا مش عايزين الحاجه دي وما نقدرش نشتريها. يبقى كده ايه العمل صح. برضك في المستقبل لو الناس تسابوا متر او مترين متنفس للناس دي بالثمن او باي حاجه، ده امر سهل. انا القصه دي خلصت. قصه العرض والشرف لعل العالم كله. يعني انا قلت كلام كتير قوي، اقسم بالله احنا تعايرنا واقول لك ازاي يحصل كده والناس دي كلها واقفه صامته. الساكت على الحق شيطان اخرس. قلنا نبحث الموضوع، واصريت انا بالذات افتش في كل صغيره وكبيره. حتى الشاهد ايقظنا من النوم. احنا تطولنا في هذا الامر، الراجل نايم والوقت اتاخر، اصرينا نجيب الشاهد. ليه؟ لان الشاهد دي تمسكت، وانت هو شافني وهو مخلع عن المنطقه، وهو شافني وانا عريان. قلنا بس يا ليت هذا القول يثبت حقها ما تريد. ده احنا مش هندير حق، ده احنا نضرها يا اخي. ده المعتصم بالله جيش عشان واحده تعرى ثوبها بس. عفه المراه وطهارتها ومكانتها عند الاسلام. يعني المراه كانت دايما تحت الانقاض وهي عريانه، ما رضتش تطلع من تحت الانقاض. اطلعت مش هطلع لان انا معرى، جسمي معرى، مكان شعري كله. طلبت ثوب عشان تغطي نفسها من تحت الانقاض عشان تطلع على ظهر الارض. اولى بنا واحرى بنا الا نبحث في المباني ولا القرف ده. هو يا اخي اذا ضاعت كرامه الانسان ايه اللي هيبقى له الدين؟ اذا ضاعت كرامتك
يبقى انت مين؟ انت خلاص وقت انتهيت، انت مت، انت اتدفنت وانت حي. ولذلك سمعنا الشعب، والله انا سجلت كلام الشاهد، تعرف ليه؟ عشان ردا وضربا. يا عم الشاهد قلت ايه؟ قال هي بتضربه، قام هو ضاربها، حصل ايه؟ ان هم وقعوا على بعض. طب يا ابني الست دي بان منها حاجه، خلعت حاجه، مؤاخذه مكان حياها ظهر شيء، قال ما حصلش. هي كل والكلام ده بتسجل. احنا يا جماعه القاعده بتقول شاهداك قاتلك. انا قاضي، وهي اللي طلبت، لا احكم بالبكاء ولا احكم بالصياح ولا احكم، انا احكم بالادله. القاضي لا يحكم بالظن، يحكم باليقين. يا مولانا اسمع عشان الكلام كله هيتنعم. قال لك ولا ما قالكش يا حاج حجاز ان انا اتعلمت؟ حلف حلف على المصحف ولا لا؟ احمد كمون انا مش مسامحاه. انا مسجل، انا مسجل بكاء. اسمع يا بنتي، اسمع يا بنتي، ما حصل. اسمع بقول لك، قال لك ولا ما قالكش يا حاج بس يا عم الحاج اكمل حكمي. بس عم الحاج كمل حكمك يا شيخ عادل، اتفضل. طبعا احنا كلنا الدنيا افزعت. انا مش والعالم. على النت يا جماعه اقول ان انا حصل فيا كده حلو. وانا ما حصلش فيا. قسما بعز جلالة الله أنا ماليش دعوة انا بالنت. اتعزيت انا ماليش دعوه وانا بالنت. كمون انا بعلو صوتي انا مش مسامحاه. بس لو جت على باب الجنه راكب افتكر اليوم ده انه المره دي انا مش منتقمه، ربنا هو اللي ينتقم. يا حاج مشرف الكلام ده ما عادش اسمه ولا يمكن. بس انا اول واحد اقول من انا خلص كلام، انا خلص كلام. والله رب الشعب ورب الكون ان القعده دي بنصر عيل فيه ده اكبر راجل وعلى دماغي حاسين ان انا اتظلمت على يا ست باشا اسمع يا عم، والله بالله يا مسلمين اسمعوا لله. لو صبر القتل عن يا نفسه مولانا طبعا مولانا طبعا. وتم شهادة أحمد كمون اتفضل يا بنت. عايز اضربها الراجل يا بنت. عيب، أنا مش عيب، أنا بقول اللي حصل لي. هسمعك المكالمة، استنى تسجيل، هسمعك الشهادة. صلى على النبي. طب اسمعني طب اسكت بقى يا عم الحاج. يعني الهبه دي اللي احنا بنتكلم عليها قلنا انا هقول لك على حاجه، بص تصرفاتك قدامنا بالطريقه دي هتنبع عن شيء. انت ما سمعتنيش منك، اسمعني بقى، اسمعني بقى. طبعا يا اخوان يا اخوان يا اخوان، ومع هذا لا ننكر يا حزن ابويا. اسمعني يا بنت. لا بصراحه حاجه ليلى، خلاص يا حاجه ليلى، خلاص يا انت عارف المنظر. طبعا وانا بقول الكلام ده وعلى مسؤوليتي قدام ربنا. مع هذا هناك تجاوزات خطيره جدا في القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. احنا شفنا تعويضا عن الموضوع بتاع المباني، وتعويضا عن اللي حصل للبنت دي ولابوها، يعني هم برضه في حاله من الثقه، يعني شاب ملك ان هو وقعها على الارض وكان فوقها، دي اثرت الحافظه كلها. هو ممكن يكون غصب عنه لان هو قصد كده، ولا الدنيا كلها تسمع يتدلبوا على بعض وقع عليه. طيب احنا قدامنا ده عرف حكم لك ان الحق ده 200,000 جنيه ينزل منه 100,000 جنيه لان الناس دي اصابها ضرر للابد. يعني هم لما تطلع تقول الكلام ده على المرأة ومسمع من الجميع، نزلنا 100,000 جنيه، حكمنا صافي حق 80,000 جنيه. 80,000 جنيه الست دي هتاخدهم وهي اللي بتعيط دي وافقت عليهم قبل كده، وافقت بناء على حاجه. بص اسمع كلامي، اسمع يا حاج. وافق عليهم ودي موافق عليهم، وانا ما بقولش الكلام ده عبطا ولا استهزاء. انا عابد الحيوان اللي بيتكلم، وعارف بقول ايه، وعارف اخلص القضيه دي ازاي، وعارف ابرع الناس ازاي، وكرمت الواحد ما تقطعش الماء، والقضيه دي لازم تندفن تحت الارض لان خلاص
عملت شك، عملت اي حاجه وراها معاك، اقسم بالله لا طالع على الملأ والمرأة من العالم واي ما فيه خير، لاننا لا اخشى الا الله. عايزين نعيش في سلام وامان وكل واحد يعرف حده، والقصه انتهت، الشبابيك مقفوله واللي حصل حصل، وما فيش اي فتحه تبقى يمة الناس دي والست دي تعيش، والاخوه المحترمين يمسحوا السجل اللي قاعدين ده ويفتحوا صفحه جديده لوجه الله. القرار متصعب، القرار متصعب يا حاج بشر، التنازل عن جميع القضايا. بعد اذنكم انا عايزه اقول حاجه مبدئيه. مالكيش يا بنتي كلام خالص. استنى يا بنت ما تخلص. يا بنت ما تخلص. الاول يا بنت قلت لك لما تخلص، دي قرارات ثانيه ما عادش يفيد الكلام فيها. استنى لما يخلص. انا ما رضيتش قبل ما يخش هنا. خلص. الواد انا هو عايز يقول بالنسبه لمراسم الحاج محمد كده انتهى امره. انتهى. انا قلت عنده يا ريس، انا قلت خلاص. انا ما بغيرش كلامي. انت عايزه تشهري وتتكلمي؟ انا مش عارفه ما قلتش تفضحي. هات التليفون، هات التليفون. انت مش شاهد، مش قلت شاهد. اقسم بالله انت قاعد في الشارع. لا صورنا عدم اثبات على قرار الله. لا صور يا عم، خلاص صور. بقول لك ايه، انا عايزكم تصوروا زي ما انتوا عايزين. قسما بالله اي حد هينشر وراه حاجه غير الحقيقه انا لازم اعمله واعلمه واعرفه الحقيقه. الحقيقه اللي انا قلتها ان مفيش بطلون ومفيش كلام من ده. لا هو اللي حصل. الشاهد الوحيد اللي خد يا هبه هم عندهم غشم وعندهم برضه
عم الحاج شاهد. في خسائر. وعايزين يا ناس تسيب لكم البيوت وتمشي. خلاص يا عم ما تسيبوا لهم البيت ومشي يا جماعه. خلاص يا جماعه لو سمحت بس انا عايز معلومه بس بسيطه. حق تشهيد الخراب دي انا قلت يا بقول لك ايه كل واحد يعرف حق بما يرضي الله. عورتي قلنا هنشوف حل وشفنا حل وحكمنا له وقلنا نسمع الشهود وهي قالت الشاهد الفلاني وجبنا الشاهد الفلاني. هنعمل احنا ايه يعني؟ ومع ذلك في تجاوزات من الطرفين حكمنا لها بتعويض. هنعمل احنا اكتر من كده؟ اذا القاضي اهتز قلبه وتاثر دون بحث الادله فحكمه القاضي لا يحكم بالهوى. ربنا قال لسيدنا داوود يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لا تتبع الهوى. وربنا قال لنا في سوره النساء من اول الجزء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى به. وقال بعدها فلا تتبعوا الهوى. الهوى انا واحده بتعيط هو ضربني ومعهاش شاهد احكم لها ازاي؟ انا كنت موجود معاهم. انا لا يمكن احكم في اي قضيه بهذا الامر. هي لو حتى الواقعه حصلت ومعهاش شهود هحكم لها ازاي؟ بمجرد العيط من اي شرع وفي اي دين. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. هي جابت العجيب حاجه انها استشهدت بشاهد. هي اللي استشهدت بيه وهي اللي اتمسكت بيه. انا اصريت نفس الشاهد استشهد بيه الطرف الاخر. الله ينور عليك. اذا يعني هل يجوز يا عالم يا مسلمين ان احنا نلقي بالتهمه على ناس بدون ما يكون معانا دليل؟ على كنا نطلع الوقت انطم على الفيس وغيط وروحوا لي اهو ده انا اتخرب بيت وخلاص كده ده هو ده الدليل؟ لا صلى على النبي. احنا هنرسي قواعد بين الناس. الست دي فوض امرها الى الله. هذا ما توصلنا اليه كقضاء ان احنا اخطانا لنا اجر وان اصبنا لنا اجر. ونوضع قوانين تحميهم من بعض بدل ما هم عمالين يضيعوا بعض ويقطعوا في ارحام بعض. احنا هنوضع قوانين رادعه بعد كده. خدت بالكم؟ والامور تستقر. يطلع واحد يقول لك اصل انا حق ومش حق. مفيش حد هيملى علينا راي ولا الهوى ولا الاتباع. ومع ان الامن بيرعى بعض جزء من الموضوع ده ولكن والله 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 لا نتاثر باي حد ولا الراي العام ولا الكلام الفاضي ده. احنا بنتاثر بالادله باللي حصل يا مولانا. ماشي. احنا لما نيجي ونلاقوا هذا الامر قد تم من ولاد العمومه كان هيبقى الحكم بتاعنا شديد عليه جدا وكان هيكون قاسي. ولكن سيدة الفاضلة خليكي معايا سيدة الفاضلة. ولكن احنا حينما يلتقي الطرفان على شاهد عدل بينهم والشاهد المحترم ده راجل مهندس وعلى خلق وتشهد له. احنا كنا في بيت الراجل المحترم اللي هو الحاج مشرف المزيد صاحب البيت راجل محترم. استأذنك مشكله خلص استأذنك وربنا خلص. خليكي معايا يا ستي. الحاج مشرف المزيد صاحب البيت اللي هو ده راجل هو كان معيار العدل في هذه البلد وهو الذي اشاد بهذا الرجل الشاهد. اما الشاهد جه كان السيد امين اللجنه حريص على شهادته ما توثق عنده بهذا الامر. والذي اتضح من الشهاده ان لم يحدث ما ادعته السيده. وبناء عليه احنا قلنا ان الوضع اللي هي بتتكلم فيه باطل. ما ادعته ان ولاد العمومه تهجموا عليها باطل. اما بالنسبه في اجزاء ثانيه في القضيه زي في ميراث في اشياء ثانيه حكمنا فيه وصدر حكمنا بعدم التعدي والتراضي وانتهى الامر على ذلك. يعني حضرتك هتبقى فيه يعني ما خلاص بقى انتهى الحكم انتهى. اللي مش هنفذ الحكم عليه شرط جزاء $1,000,000. لان